مساء الخير. استكمالا لسلسله اساسيات الطبخ واللي فيها هديك معلومات بسيطه على شكل فيديوهات قصيره هتنفعك سواء انت كنت بتطبخ في البيت او انت لسه شاف مبتدئ. النهارده جاي اكلمكم عن الباستا او زي ما بيقول في مصر المكرونه. في حلقه النهارده هنتعلم اول حاجه ايه هي الباستا وبتتكون من ايه. تاني حاجه هنتعلم ايه الفرق ما بين الباستا الهوم ميد اللي بنعملها في البيت والباستا اللي بنشتريها جاهزه من السوبر ماركت. تالت حاجه هنعرف ليه في السوبر ماركت ممكن نشتري نوع مكرونه رخيص قوي ب 10 جنيه مثلا ونوع تاني ممكن يبقى غالي يوصل ل 100 جنيه ولا 200 جنيه. واخر حاجه بقى هنتعلم ازاي نعمل الهوم ميد باستا، نعمل المكرونه في البيت بطريقه تحفه وسهله جدا ومكوناتها بسيطه وتطلع احلى من المكرونه الجاهزه، وكمان هنلونها نخلي شكلها حلو للاطفال وفيها فوائد اكتر. اول حاجه عشان ما نتوهش من بعض انا هبسط لكم الموضوع. احنا عندنا نوعين من الباستا. اول نوع اللي بنجيبه من الماركت عادي اللي بيبقى في اكياس، ده اسمه دراي اكسترودد باستا. دراي يعني ناشف واكسترودد يعني مستخلص، وباستا يعني مكرونه، وده احنا هنرمز ليه في بقيه الحلقه بماركت باستا عشان تبقوا حافظين، يعني مكرونه بتاعت الماركت. تاني نوع عندنا بقى اللي هو الهوم ميد اللي بيتعمل في البيت، اسمه فريش لامينيتد باستا. وفريش يعني طازه، ولامينيتد يعني مغلف او مفرود، وباستا يعني مكرونه، وده هنرمز ليه بهوم ميد باستا. الباستا عموما سواء هي هوم ميد او اللي بنشتريها جاهزه هي نفس المكونات. هي بتتكون من دقيق سيمولينا او دقيق عادي زائد ميه او بيض او ميه وبيض. دي قاعده عامه. المكرونه الجاهزه اللي بنجيبها من السوبر ماركت غالبا بتبقى دقيق سيمولينا زائد ميه، بيتم خلطهم مع بعض داخل مكنه مع درجه حراره عاليه وضغط جامد قوي، فيبتدي يخرج من الشفرات المكرونه اللي احنا عارفينها. وطبعا المكرونه بتاخد شكل الفتحات بتاعت الشفرات على حسب نوع المكرونه اللي عايزين يصنعوها، بيحطوا الشفره المناسبه ليها. والعمليه دي بتاعت الضغط اسمها اكستروجن، وعشان كده هي اسمها دراي اكسترودد باستا. اما بقى اللي بنعملها في البيت فدي بتبقى عباره عن دقيق وبيض بس. بعد كده بيتم فرد العجينه عن طريق النشابه يدوي او عن طريق المكنه بتاعه الباستا، والعمليه دي اسمها لامينيشن يعني فرد او تغليف، وعشان كده اسمها فريش لامينيتد باستا. الموضوع بسيط، خش بقى في المهم. طيب نرجع بقى تاني للباستا اللي احنا بنشتريها من الماركت. هتقول لي طب انا ليه لما بروح ماركت بلاقي نوع رخيص ب 10 جنيه ونوع غالي ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه اللي هو المستورد؟ طبعا اول حاجه هتيجي في بالك ان المكونات مختلفه، وده للاسف غلط. المكونات هي غالبا بتبقى دقيق سيمولينا وميه. امال ايه الفرق؟ هتقول لي يمكن الفرق في المكنه اللي بتصنع. هقول لك برضو المكنه اللي بتصنع هي مفيش اي فرق. هتقول لي الله، امال ايه بقى المشكله؟ المشكله كلها في الشفره الاخيره اللي بيخرج منها المكرونه. تخيل بقى المكرونه الغاليه بيستخدموا في المكنه شفره نحاس خشنه. الشفره النحاس دي عشان هي خشنه فبتخلي المكرونه وهي خارجه منها بتعمل مقاومه. المقاومه دي بقى اللي بتخلي المكرونه نفسها سطحها خشن ومحبب، والسطح الخشن المحبب ده هو اللي بيخلي المكرونه تقدر تمتص اكتر كميه من الصوص اللي انت بتحطه، وبتخلي ان الصوص اللي عليها صعب انه يتزحلق منها بسهوله. اما بقى المكرونه الرخيصه فبيستخدموا شفرات من التeflon، والتeflon ده كده زي البلاستيك ناعم بيخلي المكرونه نازله بتجري ورا بعض، فده بيخلي ان المكرونه اللي خارجه سطحها ناعم وبيلمع. وعشان سطحها ناعم وبيلمع ده بيخليها ما تقدرش تمتص الصوص، وبيخلي الصوص لو اتحط عليها يتزحلق. وعشان كده ساعات وانت بتاكل المكرونه تحس ان الطعم مفصول، تحس انت بتاكل طعم المكرونه باين وطعم الصوص لوحده، مش الاتنين داخلين في بعض. واللي بيزود الطين بله ان في ساعات بقى ناس تيجي تحط في الميه بتاعت السلق زيت. الزيت ده يخلي المكرونه بتلمع اكتر وناعمه اكتر، فيخليها ما تقدرش تشرب اي صوص. طبعا بقى هتقولي طب ما هي سهله، ما الراجل بقى المصنع اللي هو بيعمل المكرونه الرخيصه يشيل الوش التeflon ويحط وش نحاس خشن، وبدل ما يبيع ب 10 جنيه يبيع ب 100 جنيه. هقول لك لا، ما هي المشكله بقى في الحته دي. الوش النحاس عشان هو خشن فبيعمل مقاومه جامده جدا والمكرونه خارجه منه، فده بيؤدي ان الانتاج بيبقى قليل والتكلفه بتبقى عاليه جدا. اما الوش التeflon زي ما قلت لكم المكرونه بتجري فيه فبيعمل انتاج كبير، فبالتالي التكلفه بتبقى عاليه اقل. وهنا بقى اللي بيعمل الفرق في السعر ما بين الاثنين مكرونه، ودي سهله قوي انك تلاحظها في اي سوبر ماركت. بص كده على اي مكرونه رخيصه هتلاقي شكلها بيلمع وحلو كده وجميل. بص بقى على المكرونه الغاليه اللي هي المستورده هتلاقيها بهتانه كده وشكلها خشن، ولو لمستها بايدك هتلاقي سطحها خشن جدا. وده الفرق المهم اللي بيفرق 180 درجه في الطعم، ودلوقتي تقدر تعرفه بنفسك. دلوقتي بقى هنتكلم على الفريش لامينيتد باستا اللي هي الهوم ميد باستا اللي بنعملها في البيت اللي طعمها تحفه. في الجزء الثاني من الحلقه دي هوريكم ازاي نعمل الهوم ميد باستا بطريقه سهله جدا وبسيطه ومكوناتها سهله. هو يا دوبك دقيق
وبيض. استنى الجزء الثاني هينزل كمان يومين، ويا ريت لو عجبك المحتوى تعمل لي لايك وشير، والجزء الثاني لما ينزل هسيبه لك في الكومنت وهسيبه لك كمان في الديسكربشن. باي باي.